السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة على القناة. الوصفة نتاعنا اليوم هي لوبيا. صدقوني لوبيا مشرملة تجي قمة في البنة، على قد البساطة نتاعها، على قد البنة نتاعها، ما فيهاش مكونات بزاف، لكن صدقوني غير تجي روعة في البنة. اذا تفضلوا نشوفوا الطريقة، يعني بسيطة ما فيها والو. هنا ناخذ شوية زيت، نديرو، هي تحب شوية ثوم بزيادة، نديرو شوية ثوم، نخليوه شويه يتقلى باش ياخذ البنه هذيك في الزيت. الان خديت 3 حبات طماطم، رحيتهم، نخليهم يتقلبوا شويه. يعني وصفه بسيطه لكن قمه في البنه. اذا هنايا خليناها يتقلى شويه، نغطي عليها حتى الطماطم هذيك تتخلص من الماء نتاعها، تتجمر في الزيت. الان نضيفوا لها التوابل، هي ما فيهاش توابل بزاف، يعني نحب النكهه تاع اللوبيا تبقى عندنا فقط فلفل الكحل، ودوك تشوفوا التوابل اللي فيها. فلفل عكري تحبوا ديروا الحار، تحبوا ديروا الحلو كيما حبيتوا، وشويه كمون. هذو هما التوابل اللي فيها، وطبعا ما ننساش الملح. اذا نخلط هذه التوابل مع الطماطم، وراح نغطي عليها ونخليها هذه تتجمر شويه باش تخلص لي من الماء هذاك اللي في الطماطم. هاي الان بعد مرور حوالي 5 دقائق، نضيف لها الان طماطم المعلبه، وخلي الطماطم هذيك تزيد تتقلى معاهم. احنا اللوبيا هنا راني غسلتها مليح وقصيتها ونحطها طفور. كاين اللي يغليوها لكن انا ما نحبش نغليها، نحب نفورها، تحافظ لي على الفيتامينات وتجي بنينه. ديروا لها شويه ملح وفوروها، لازم تطيب مليح، ما تخليوهاش نص طياب، لا لازم تطيب مليح. اذا الان نشوفوا هاي الطماطم تاعنا تجمرت. الان عندي شويه هنايا دبشه متمد لها طعمها روعه، تقدروا تضيفوا حتى شويه معدنوس معاها. الان هاي اللوبيا طابت لي، نحطها في هذيك لاصوص طوماط. هي ما تجيش فيها الماء، ما تضيفولهاش حتى قطره تاع الماء، يتجمر فقط في لاصوص طوماط هذه. خلطها مليح باش تاخذ الطعم تاع لي زيبيس والطماطم. يعني رغم البساطه نتاعها، لكن البنه نتاعها صدقوني تجي اروع ما يكون. وجربوها وحكموا بنفسكم. انا هاكم تشوفوا فيها كيفاه تجمرت لي في لاصوص هذيك. انا عندي اضافه هنا، تحبوا تضيفوها تحبوا لا، لكن انا ديما نحب نضيفها. عندي هذا الزيتون البنفسجي، يعني فيه طعم خاصه، ديما نضيفه انا في الاخير معاها. قلت لكم هذا يعني الاضافه اختياريه، تحبوا تضيفوها تزيد لكم هي بنه على بنه، وفي نفس الوقت تزيد منظر للطبق. بعد ما درنا الزيتون نزيد في الاخير ندير شويه دبشه، كاين اللي يقولوا لها كزبر، تقدروا تضيفوا شويه معدنوس كذلك. نغطي على الطبق هذا ونخلي كل شيء يتجمر، الزيتون يدي الطعم تاع لاصوص، يعني كما نقولوا الاذواق الكل تدخل في بعضها. شوفوا كيفاش الشكل تاعها النهائي، والله تجي اروع ما يكون. هذه هي الوصفه تاعنا نهار اليوم، نتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم، وما تنسونيش بالدعم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.